بسم الله الرحمن الرحيم. الزلفلاوين، مرحبا يسوان، السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ولقاء جديد. اليوم ان شاء الله جيت ندير معكم وصفه الشاميه ولا قلب اللوز. البنات انا هنا ما درتهاش محشيه، درتها سامبل عاديه، نتوما تقدروا ديروها محشيه. نبدو بالسيرو. البنات للسيرو عندي 2 كيسان تاع السكر. البنات العبر اللي تبدو به كملوا به كاع الوصفه، كاس ولا غرفيه ولا على حساب السنيوه تاعكم. درت 2 كيسان تاع السكر و4 كيسان تاع الماء. 2 كيسان تاع السكر، 4 كيسان تاع الماء. نزيدو عليهم 2 تاع لي طرونش تاع الليم ونديروهم فوق الكاس على نار متوسطه مده 10 دقائق. نحسبوا لهم 10 دقائق. نجو للسميد تاع الشاميه. البنات انا هنا استعملت تاع الميزان. الا لقيتو تاع الميزان البنات من الاحسن يجي اللون تاعه مختلف. عندي 4 كيسان تاع السميد الخشين لا غروس سومول تاع الشاميه. كي رحت شريته قلت له عطيني السميد تاع الشاميه. 4 كيسان تاع السميد لا غروس سومو. راكم تشوفوا البنات انا درت تاع الميزان 4 كيسان. نجو نزيدو عليهم قرصه تاع الملح ونخلوهم على جهه، ونجو نحضروا الخليط اللي غادي نزيدوه لهاد السميد تاعنا. نسحقوا باتور ولا ميكسور ولا الحاجه اللي تخلطوا بها البنات. شوفوا اللون تاع السميد البنات يجي مختلف على السميد العادي. هاني نوري لكم هنا السميد كي داير. هنا نجو الخليط. عندي 2 كيسان تاع السكر بنفس الكاس. 2 كيسان تاع السكر نزيد عليهم شويه تاع لافاني. انا هذه اللي كانت واجده عندي درت هذه. نتوما تقدروا ديروا بودر ولا اي ولا تاع الساشيات اللي كان عندكم، اللي كان موجود عندكم. عندي 2 كيسان تاع السكر لافاني. نجو للسوائل. هنا البنات تقدروا ديروا هنا في هذه المرحله تقدروا ديروا كاس كامل تاع المزهر ولا نص مزهر ونص حليب. انا ما يبغوش عندي الذوق تاع المزهر يكون بزاف قوي في الشاميه، دونك درت لي 3 كار تاع الكاس مزهر، والربع اللي بقى درت تلت ارباع الكاس مزهر، ولو كار اللي بقى الربع اللي بقى درته حليب. فوالا كملته حليب. نزيدوه على هذاك السكر تاعنا، ونزيدو كاس تاع الزيت كيما تقدروا ديروه هنا تاني البنات. نص زبده مارغرين ونص زيت. فوالا انا درت الزيت يعني اقتصاديه وعلى حسب الوصفه تاع المحلات البنات هكا يديروها. نجيبوا البغا ميكسور ولا الحاجه اللي تخلطوا فيها ولا الاشواغ ولا ندربوا هذاك الخليط تاع الزيت والسكر والمزهر والحليب مليح حتى يولي معنا ابيض، ونتحصلوا على الخليط ابيض كريمي. يجي يتقال هذاك الخليط يتقال. المرحله هذه نديروها باش ندوبوا السكر. فوالا باش ندوبوا السكر باش الشاميه باش السميد تاعنا يتعسل وما يديش الوقت بزاف، باسكو هي نورمالمون تبات البنات هكا. نجيب لكم هنا السنيوه البنات اللي غادي ديروا فيها. نعطيكم فكره كيفاش تعرفوا السنيوه اللي تسحقوها. نجيب السميد تاعي قبل ما نخلط فيه والو، راني دايره فيه غير ديك القرصه تاع الملح، ونعبر على حساب هكا غير لو بو تاع لو دوا تاعكم، غير الطرف تاع الصبع، واحد 1 سنتيمتر. غادي تزيدوا لها السوائل وتزيدوا لها السكر تزيد تطلع. وهنا تعرفوا الشاميه تاعكم كيفاش تبغوها، رقيقه ولا تكون شويه طالعه. انا صراحه ما نبغيهاش رقيقه. جبت هذاك السميد تاعي وكبيته على هذاك الخليط تاع السوائل اللي كنت وجدته، ونحركها ونغطيها. هذه المرحله المهمه حوالي نص ساعه حتى لساعه. انا خليتها غير نص ساعه على حسب الوقت اللي عندكم، نص ساعه حتى لساعه. في هذا الاثناء كي تغطوها تشعلوا الكوشه تاعكم وتخلوها تحمى. تبغي الكوشه تكون حاميه مليح مليح. شعلوا الكوشه خلوها تحمى، والشاميه تاعكم راها تريح باش السميد تاعنا يشرب والحبه تاع السميد تنتفخ وتتعسل. هذاك السكر يزيد يذوب. فوالا هنا السيرو تاعي راه واجد. نقلع منه هذاك الليم ونزيد عليه ربع كاس تاع المسر. بنفس الكاس نديرو ربع كاس تاع المسر. السميد تاعي انا هنا راه شرب، خليته نص ساعه. تقدروا تزيدوا تخلوه كتر من هاك يزيد يشرب كتر. خليته ربع ساعه. نجيب هنا سنيوه تاعي راني دهنتها بشويه دهن. الا كان عندكم السمن عفوا دهنوا السني تاعكم بالسمن. ونجيبوا الخليط تاعنا نديروه في السني. نحاولوا نديروه على دفعات هكا متساويه باش تجي الشكل تاعها كاع متساوي. فوالا
وندخلوها للكوشه طيب، نطراسوها البنات ما نقطعوش حتى للتحت. انا استعملت غير الكوبات، ما استعملتش الخدمي. الا درتو الخدمي ما تدخلوش الخدمي كاع لتحت، غير طراسو. من بعد كي تخرجوها تبغوا تشربوها قطعوا طراسوها، دخلوها طيب على 180 درجه. الكوشه تكون حاميه مليح. انا دات لي تقريبا ساعه، واحد 55 دقيقه هكاك، قريب ساعه. عسوها تشوفوا لي بوردجور تاعها حماروا وتبدا تحمر من الفوق. دايوغ دير واحد الريحه الله يبارك تقلب لكم الدار كي تكون الطيب. ريحه بزاف شابه تاع المازهريتو. كي نخرجوها حاميه من الكوشه يكون السيرو تاعنا بارد والشاميه تاعنا حاميه. كيما نخرجوها نبدو نسقوها. انا هنا راني نتراسي فيها بالكوبات. فوالا غير قد لي نتراسي باش من بعد نكمل نقطع وندخلها الطيب على 180 درجه مده واحد قريب ساعه. عسوها كل وحده تعرف. فوالا راني تراسي فيها البنات، وهنا راني خرجتها هكاك حاميه. السيرو تاعي صفيته البنات من هذاك الليم باش ما يقعدوش فيه هذاك اللب تاع الليم. وراني نشرب فيها. كيفاش تعرفوا الشاميه تاعكم بلي نجحت؟ في هذه المرحله كي تكونوا ديروا لها في السيرو تشربوها تشرب تم السميد تاعكم يشرب، ما تتشقق ما والو. دايوغ كي توشوها ديروا الصبح تاعكم هكا تحسوها طريه، مام قبل ما تشربوها تحسوها طريه ما تكونش يابسه. انا هنا نزيد نكمل هذاك اللي قطعتهم، راني نقطع حتى لتحت باش نزيد نشربها يدخلها السيروم مليح ونكمل لها الكميه تاع. شوفوا شرباته البنات وغادي نزيد نعاود نكمل الكميه اللي بقات لي وندخلها. الكوشه راهي مطفيه. هاد المرحله تاني مهمه البنات. دخلوا الشاميه تاعكم والكوشه تكون عاده حاميه، غير تكملوا تشربوها تكونوا طفيتوا الكوشه. اكيد الكوشه تكون مطفيه. دخلوها تزيد تنتفخ في الكوشه وتزيد تشرب مليح. انا دخلتها باتت، خليتها باتت في الكوشه حتى الغدوه عليها الى هنا البنات. انا راني دخلتها في الكوشه غادي نخليها تكمل تشرب وتنتفخ. الشاميه تاعنا انا راني ما صبروش عليها البنات في الليل، داو لي منها وهكاك حاميه وكانت عاد ما شربتش مليح وقطعوا منها باش يذوقوها. صدقوني تجي من اروع ما يكون. على بالي غادي تجربوها غادي تعتمدوها. تجي بزاف شابه وتجي معسله حتى للقلب وبنينه وطريه. انا تبان لي خير من تاع برا. نتمنى ان شاء الله تجربوها. انا هنا راني قطعت معاكم، كنت نصور بيد وحده ونقطع بيد وحده باش تشوفوا كي جات. فوالا سلام.